خدع تجارية بتمارسها الشركات الغذائية على المستهلكين بشهر رمضان الكريم. بنبدأ بالتمر واللي أغلبه بيكون مستورد، لهيك لازم ننتبه إنه ما بيحتوي على شراب الجلوكوز ولا بيحتوي على مواد حافظة ومدة صلاحيته جيدة. وإذا بدنا نشتري من الأماكن المفتوحة لازم ننتبه لنظافة المحل وكيف محافظ على بضاعته، لأن الأتربة والمواد الغريبة بتنتقل من الجو وبتلتصق بالتمر. تسويق المنتجات على إنها مناسبة لنظامنا الغذائي بالشهر الكريم مثل المرتديلا واللحوم المصنعة والسلامي، ويلي بتحتوي على مواد مضرة، حكيت عنهم بالتفصيل ببوست منفصل وبنصحكم تشوفوا. الشراب المنعش البارد الرمضاني اللي الكأس الواحد منه بيحتوي على 11 مكعب سكر تقريبا ببعض الأنواع، مثل اللي بالصورة حكيت عنهم بفيديو سابق، والمعلومات يلي فيه راح تفاجئكم. وأيضا بعض أنواع الشراب سهل التحضير يلي كل 100 جرام تحتوي على 93 جرام سكر، وأشهر الأنواع هو عصير تانج، وعلى فكرة بيحتوي على نسبة ملح مرتفعة أيضا. بنلاحظ أيضا عروض تخفيضية قوية على المنتجات الغذائية، ولكن لازم ننتبه على مدة صلاحيتها، لأن وارد كتير تكون قاربت على الانتهاء أو فقدت إحدى الخواص الحسية مثل الرائحة أو الطعم أو المظهر. وبسبب هاي المنتجات وغيرها بنلاحظ زيادة في الوزن خلال الشهر الكريم. انتبهوا لطعامكم ولموائدكم، وتذكروا أن صحتكم الجسدية بتتعلق بعاداتكم الغذائية، لهيك انتبهوا عليها. إذا عجبكم المحتوى لا تنسوا تشاركوه مع أصدقائكم، ومبارك عليكم الشهر الكريم. أسأل الله لنا ولكم الصفحة والقبول، وسلام.